بيبدأ فيلمنا سنة 1895 في مكان مخيف مع راجل اسمه دراكولا. والراجل ده بيكون مصاص دماء وبيكون بيهتم ببنته الصغيرة اللي اسمها ميفيس بعد ما مامتها ماتت، وبيهتم ببنته جدا وبيحكي لها قصص وحكايات وبيدربها كمان على الطيران. وفي يوم بيجيله المساعد بتاعه بيقوله ان هو جهز له المكان اللي هو كان نفسه فيه طول حياته، ومفيش اي بشر يقدر يقرب من المكان ده لأنه مكان مسكون بالأرواح ومقابر مليانة بأرواح الزومبي، ومفيش إنسان يقدر يقرب من المكان ده لأنه مكان مخيف جدا. وبيروح دراكولا يمسك صورة مراته اللي ماتت ويقعد يتكلم معاها وبيقول لها إن أنا خلاص عملت المكان اللي احنا كنا بنحلم بيه مع بعض، وفي المكان ده محدش هيقدر يقرب من بنتنا لأنه مكان مخيف جدا ومفيش أي مخلوق هيقدر يأذيها. وبعد مرور السنين المكان اللي دراكولا عمله بيتحول لفندق للأموات، والفندق بيجيله زوار كتير من الأموات، مفيش بشر بيدخلوا من 1895. وبتكبر بنته ميفيس واليوم ده بيكون يوم عيد ميلادها، ودراكولا في الفندق بيوزع دعوات الحفلة على المعازيم الأموات، وبيجي أصحاب وقرايب دراكولا وبيشكرهم جدا على حضورهم. وميفيس بتكون في أوضتها بتحضر للحفلة وبتحضر الكلام اللي هتقوله لباباها، وإن هو لازم يوفي بوعدها معاها لأن هو وعدها إن هي هتخرج في عيد ميلادها وتشوف العالم. وبيفاجئها أبوها وبيدخل عليها الأوضة وبيعيدها علشان عيد ميلادها، بس ميفيس بتطلع له هي غضبانة وبتقول إن هي عايزة تتكلم معاه في موضوع مهم جدا. فدراكولا بيقول لها ان هو فاكر وعده ليها وان هو هيسيبها تتحرك براحتها وتعمل اللي هي عايزاه. وميفيس بتتشجع جدا وبتفرح وبتقول لباباها ان هي هتروح المكان اللي قابل فيها مامتها اول مرة، وبتبقى جهزت شنطتها وعايزة تمشي. فابوها بيقول لها انها عيب تسيب الحفلة لان الناس اللي في الحفلة كلهم جم عشان خاطر عيد ميلادها بس. فبتزعل ميفيس وبتقول انها نفسها تنزل، فبيقول لها خلاص انزلي وروحي القرية بتاعت البشر اللي قريبة مننا علشان تلحقي ترجعي الحفلة تاني. فبتفرح ميفيس جدا وبتشكر ابوها علشان هو وثق فيها ووفى بوعده. وفجأة بيدخل الأوضة عليهم قرايبهم اللي بيشجعوها جدا إنها لأول مرة هتخرج برا القلعة. وفي واحدة من العيلة اسمها يونس بتتهم أبوها بالتسيب والإهمال لأنه هيسيب بنته تخرج لأول مرة لوحدها. وميفيس بتقف على الشباك وبتتحمس وبتطير وبتتحول لخفاش، بس دراكولا أبوها بيراقبها من بعيد وبيكون في المدينة قبلها. وميفيس مش بتلاقي أي حد من البشر في المدينة، بس بتلاقي شوية زومبي ماسكين نار وجايين عليها، والنار دي بتمسك فيهم فهي بتخاف جدا وبتطير بعيد عنهم. وبيظهر دراكولا اللي بيطلع ان كل دي خطة منه علشان يخلي بنته تخاف ومتطلعش برا البيت تاني. وبيدخل دراكولا على بنته وبيقول لها عملتي ايه برا، وهي بتقوله ان هو كان عنده حق في رأيه عن البشر، فبيطمنها وبيواسيها وبيديها قلب الكيك اللي هو عمله بنفسه. وفجأة بيدخل للفندق انسان بشري اسمه جون فئنة، ودراكولا بيسأله بغضب هو ازاي وصل للفندق. فجوني بيقوله ان هو كان بيتسلق الجبال مع اصحابه وسمع عن الفندق وان هو فيه اشباح، وشاف الناس اللي مولعة فيهم النار فتشوق جدا ان هو يدخل الفندق ويعرف ايه اللي بيحصل فيه. وكل ده جوني مش بيبقى مفكر ان دول اشباح بجد، بيبقى مفكرهم بشر عادي. وفي نفس الوقت الاموات اللي عايشين في الفندق بيروحوا لدراكولا وبيقولوا ان الخدمة مش كويسة في الفندق، فدراكولا بيحاول يهديهم وبياخد جوني وبيخبيه منهم وبيدخله جوه أوضة وبيفتشه وبيلاقي معاه تليفون وبيفتحه وبيلاقي عليه موسيقى. وبيخاف دراكولا جدا على سمعة الفندق لأن لو حد عرف إن في بشري في المكان محدش هيجي الفندق تاني، غير طبعا بنته اللي هتتهمه إن هو كدب عليها طول السنين اللي فاتت ديت. وجوني بيقول لدراكولا إن هو بيقلد دراكولا الحقيقي في لبسه وصوته وهدومه. ولما بيطلعوا الاتنين من الأوضة دراكولا بيكون غير شكل جوني وخلاه شبح زيهم. ودراكولا بيقعد يتكلم مع الطباخ عن الأكل اللي هيتقدم في الحفلة وبيسهى خالص عن جوني. وفي الوقت ده جوني بيكون في الحفلة بيحاول يستكشف المعازيم ويتعرف عليهم، وبيتخض لما بيلاقي هيكل عظمي بيتحرك قدامه، وبيقعد يجري في الحفلة لغاية ما بيلاقي مخ لازق في رجليه، وبيقعد جوني يجري في المكان كله اللي بيخبط في ميفيس، بس فجأة دراكولا بيحاول يخبيه منها. وبيعرف جوني ان ده دراكولا الحقيقي وبيبقى خايف منه جدا وبيقعد يتجرى في الأوضة علشان دراكولا ما يشربش من دمه. فدراكولا بيقوله ان هو اصلا عامل المكان ده علشان يكون بعيد عن البشر، وبيتحول لخفاش وبياخد جوني وبيحاول يبعده عن القلعة. فجوني بيطمن وبيقوله ان هو عايز يقعد شوية. وبتروح ميفيس تنادي على ابوها وبتستغرب من شكل جوني، فهو بيقول لها ان هو جابه مساعد علشان يساعده في الحفلة.
وبيدخل عليه الحارس وبيقوله انه في حالة طارئة في الحفلة. وبعد كده دراكولا بياخد جوني وبيفتح فتحة في الحيطة واللي بتأدي لنفق كبير واسع، وبياخد جوني علشان يخبيه جواه، بس بيتوه في النفق لان هو بقاله فترة طويلة ما دخلش النفق ده، وبيلاقوا نفسهم في الحفلة تاني. عزيم لما بيشوفوا دراكولا بيطلبوا منه ان هو يغني لهم زي زمان، وبتروح ميفيس تتكلم مع جوني وبتقوله ان مامتها هي اللي سمتها كده، ولما بتسأله عن اسمه هو بيقول لها ان هو اسمه فرانكشتاين، بس هي بتستغرب وبتقوله ان ده اسم عمها. بيقف جوني يتكلم مع قرايب ميفيس اللي بيبقوا مستغربين جدا وجوده، فهو بيقول لهم ان هو في الحفلة علشان يجدد فيها ويعمل عروض مشوقة، وبيقول للي بيعملوا عروض ان هم يسرعوا في الايقاع شوية علشان كده هم مملين جدا. وفعلا لما بيسرعوا في الايقاع كل اللي في الحفلة بيتحمسوا معاه بما فيهم ميفيس، وبيشغل اغنية من اللي كانت معاه على التليفون وكل اللي موجودين بيتحمسوا معاه جدا. وبعد كده بيفتح البوفيه وكل اللي في الحفلة بيروحوا علشان ياكلوا ما عدا ميفيس وجوني اللي بيقعدوا يتكلموا مع بعض. وميفيس بتقوله ان هو ياكل، بس هو بيقرف جدا من شكل الاكل، فدراكولا بياخده وبيقوله ان لو حد من الحفلة عارف ان هو بشري الليلة مش هتعدي على خير، وان هو يتظاهر ان ظهره وجعه علشان يقدر يمشي من الحفلة، بس بيفشل ان هو يوصل للمعازيم ان ظهره بيوجعه، وكل المعازيم بيفكروا ان هو بيلعب وبيطلعوا على ظهر بعض. فدراكولا بياخد جوني وبيحاول ان هو ينيمه مغناطيسيا، وبيحاول يخليه ينسى كل اللي حصل في الليلة ديت، بس بيتفاجئ بجوني اللي ما تأثرش بأي حاجة خالص لأن هو مركب عدسات لاصقة في عينيه. فدراكولا بيقوله ان هو لو ممشيش هيقضي عليه، ولما بيمشي بيشوف ميفيس اللي بتاخده بتطلعه على سطح القلعة علشان يشوف القلعة كلها من فوق. ولما بيطلع على سطح القلعة بيقول لها ان هو يقدر يشوف المدينة اللي كان فيها قبل كده لانه حضر فيها حفلة جميلة قبل كده، وبيقول لها ان هو سافر اماكن كتير ولف العالم، وبيقول لها ان كل ده احلى من القعدة في البيت. وبتنصدم ميفيس لما بتشوف شروق الشمس لاول مرة، وفي الوقت ده دراكولا وقرايبه بيكونوا في الساونا مع بعض، اللي بيقولوا له ان بنته ميفيس منجذبة جدا للشاب اللي كان موجود في الحفلة وفيها ايه لو قربوا من بعض، بس دراكولا بيرفض الفكرة وبيقول لهم ان جوني مشى ومش هيرجع. فجأة بيقع جوني عليهم من السقف، ودراكولا بياخده وبيقعد يزعله لانه ما مشاش، وجوني بيكون مبهور بيه لان هو قادر يحرك الترابيزات من بعيد، وبيطلع على ترابيزة علشان الترابيزة تتحرك بيه ويطير، وبيطلع دراكولا على ترابيزة تانية وبيطارده. ودراكولا بياخد ميفيس وبيسألها لو كانت معجبة بالشاب اللي كان موجود في الحفلة، بس هي بتبين ان هي مش مهتمية بيه. وبيجي الطباخ لما بيعرف ان جوني انسان بشري بيقرر ان هو يطبخه على العشاء، وبيروح دراكولا جري يلحقه قبل ما يتشوي. فبيجي الطباخ وبيتهم دراكولا ان هو منصف للبشر، فدراكولا بيقوله ان هو مش بشر وبيحاول يقنعه. فالطباخ بيقوله ان هو لو مش بشري يحاول يخوف الفارة بتاعته، بس جوني هو اللي بيخاف من الفارة، فبياخدوا دراكولا وبيطلعوا برا المطبخ، وبياخدوا دراكولا في أوضة موجود فيها صورة مراته. فجوني بيقوله ان هو شاف الصورة دي قبل كده وكانت موجودة في متحف لابوف، وان الأسطورة بتقول ان هو كان شخص وحيد، وان هو لما شافها حبها واتجوزوا وخلفوا بنت، وان حصل حريق في قلعة لابوف وهم كلهم ماتوا، بس الأسطورة بتقول ان روحهم ما زالت موجودة في القلعة. فدراكولا بيقوله بكل حزن ان الأسطورة دي غلط لان هم كلهم عاشوا ما عدا مراته، وان اللي قتلها كانوا البشر، علشان كده دراكولا بنى قلعة تانية علشان يحمي بنته بعيد عن البشر. فجوني بيقوله ان هما في القرن ال21 وان دلوقتي الزمن اتغير عن زمان، وان هما لو حاولوا يخرجوا برا القلعة الناس كلها هتحاول تتقبلهم. دراكولا بيحاول يبين له ان هو عنده حق علشان خاطر عيد ميلاد بنته ما يبص. وبيجي تاني يوم وكل اللي موجودين بيكونوا متحمسين للحفلة، وبيجي دراكولا بيحط الهدية بتاعت بنته على السرير، كل اللي في الحفلة بيرقصوا ومبسوطين. وبيجي دراكولا بيزعق لبنته لانها لسه عايزة تكتشف العالم، بيعترف لها ان هو عمل القلعة دي علشان هو خايف عليها من البشر. وفي نفس الوقت بيجي الطباخ وبيقول للمعازيم ان جوني مش زيهم وان هو بشر. فبتيجي ميفيس وبتحضنه وبتقوله ان هي مش مهتمية ان هو كونه بشر ولا زيهم. وفي الوقت ده بيبص جوني في عيون دراكولا وبيشوف فيها الحزن، فبيقول لها ان هو بيكره الوحوش وهي وحش زيهم، وبيسيبها وبيمشي برا الحفلة. بيروح دراكولا لبنته في الأوضة علشان يطمن عليها، بس مش بيلاقيها، وبيلاقيها على سطح القلعة قاعدة لوحدها حزينة. بتطلب من أبوها ان هو يمحي ذاكرتها، وبتديله الكتاب اللي موجود فيه قصة حبه مع مامتها، وبتقوله ان هي خلاص مش عايزة تطلع برا القلعة تاني. بعد كده كل اللي في الفندق بيطلبوا الفواتير علشان هم عايزين يطلعوا برا الفندق ده لان هم لقوا فيه بشري.
دراكولا بيقول لهم ان هم يساعدوه علشان يلاقوا جوني لان هو مش انسان وحش زي بقية البشر. بيطلعوا فعلا كلهم علشان يدوروا على جوني وبيلاقوا هدومه في الطريق. بيجي واحد وبيقوله ان هو يشم ريحته علشان يعرف يوصله اسهل. بتيجي بنت وبتشم الهدوم وبتعرف ريحته وبتقول لهم على مكانه مظبوط. فبيركبوا كلهم على عربية علشان يلاقوا جوني قبل ما يسافر. وبيلاقوا في الطريق انسان بشري بيهزر معاهم فبيستغربوا منه جدا. وبعد كده بيوصلوا المهرجان كل الناس اللي هناك لابسين زيهم. وبيسأل دراكولا واحد عن المطار فبيهزر معاه وبيقوله على الطريق. وبيحاول فرانكشتاين ان هو يخوف الناس اللي موجودة في المهرجان بس كلهم بيسقفوله. فبيقول لهم ان هو فرانكشتاين الحقيقي بس هما مش بيصدقوه وبيضحكوا معاه. فبيحكي لهم عن قصة جوني وميفيس علشان يصدقوه وبيقول لهم ان هما لازم يدوروا على جوني معاهم. وبتيجي الشمس عليهم فهم كده هيتأذوا وبيجوا البشر علشان ينقذوهم فبيحطوا قماش عليهم. وبيجري دراكولا بسرعة من تحت القماش علشان يلحق جوني بس الطيارة اللي موجود فيها جوني بتكون طارت بالفعل. وبيتحول دراكولا الخفاش وبيحاول يوقف الطيارة وبيكلمه من الشباك بس هو مش بيفهمه. فبيروح على الشباك وبينيم الطيارين مغناطيسيا علشان يقدر يتحكم في الطيارة. وبيعمل اعلان بصوت عالي جوه الطيارة وبيتأسف لجوني ان هو فهمه غلط وبيطلب من جوني ان هو يسامحه. وبعد كده بنشوف دراكولا في أوضة ميفيس وبيعتذر لها لان هو ما كانش سايبها براحتها. وبيقدم لها شنطة سفر واللي بيكون في ظهرها جوني. فبيروح لها جوني وبيقول لها ان هو قال ان هو بيخاف من الوحوش علشان خاف من باباها. وبيدي دراكولا لبنته تذكرة لهاواي علشان تكتشف هي وجوني العالم. تنتهي الحكاية. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل الملخصات الجاية كلها.